السلام عليكم هندسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ ازيك يا محمد، ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا جميعا بخير يا رب دايما. بص يا هندسة، في دلوقتي حد بيقول فكرة السفر أحطها هدف من دلوقتي. مشكلة النهاردة، هل احط السفر هدف قدامي من دلوقتي؟ سفر بره مصر يعني، او بره البلد اللي انت عايش فيها. بص، بص يا شباب، مش الهدف السفر. احنا الهدف اللي انا هعمله في السفر، صح؟ احنا يعني كلنا متفقين ان انا عاوز مرتب كبير. اكيد كلنا بنفكر في مرتبات في الاول، وبعد كده عاوز شغلانه كبيره، برستيج كبير. اركن على جنب شويه حته الله بقى، انا هسافر وهشوف بلاد تانية وهركب طياره ومش عارف ايه، دي خليها على جنب، خليها في بوكس صغير كده على جنب، هنرجع لها كمان شويه. لكن خلينا في الحته الكبيره. انت اكيد مسافر علشان فلوس، مرتب كبير، منصب كويس، يعني شويه حاجات كده. طيب، يبقى انت هدفك مش السفر. يعني خلينا بس نكون متفقين، انت هدفك اللي هيجي لك من السفر. فانت المفروض تكون حاطط هدفك انك التقدير العالي اللي انت هتجيبه وشغلك اللي هتعمله في الجامعة يكون ليه مردود بعد التخرج. طيب، المردود اللي بعد التخرج ده هيبقى مردود مادي ومردود اجتماعي ومردود حاجات. السفر لازم تحط في بالك شوية نقط كده، لأن السفر مش اللي هو يعني أنا هسافر هاخد فلوس وأرجع. الموضوع مش بالبساطة دي. أولا، السفر بره مصر، أنت لازم في الأول تدور جوه مصر في كل الشركات اللي جوه مصر، جوه الفرص اللي جوه مصر كلها. ولو أنت في بلد تانية تبقى في بلدك أهم حاجة، لأنك ممكن جدا أو مش ممكن، هو أكيد في فرص في بلدك بتبقى أكثر من رائعة وأحسن بكتير وأنسب من موضوع السفر. طيب خلاص، انا هدور بره وجوه. احنا طبعا بنقول للناس كلها اول ما تتخرج من الجامعه دور في كل الفرص اللي قدامك، جوه مصر بره مصر، في شركات كبيره، شركات صغيره، مؤسسات في تبع شغلك، مؤسسات مش تبع شغلك. لازم تعمل سيرفي كبير كده، تمسح بيه كل منطقه العمل اللي انت ممكن تكون مطلوب فيها، علشان انت ما تعرفش خيرك فين، ولا تعرف رزقك فين، ولا تعرف انت المفروض تروح فين. لان احسن من انك تقعد في البيت سنه وسنتين وثلاثه وما تكونش في شغل. طيب يا هندسة، أنا دلوقتي عايز أسافر، شايف إن السفر أحسن. زي ما بقول لك كده، أنت كل اللي أنت شايفه في السفر أحسن هو الفلوس. لما نيجي في موضوع السفر، هحاول برضو إن شاء رب العالمين في السلسلة بتاعة السي في والانترفيو والشغل والحاجات دي، إن أنا أعمل لكم حلقة كاملة كبيرة بقى تاخد لها ساعة ولا حاجة، أشرح لكم يعني إيه الشغل بره مصر أو الشغل بره بلدك، وإيه العوائق اللي ممكن تقابل فيها. لكن النهاردة هقول لك حاجات بسيطة كده تحطها في بالك. أنت لما تيجي تسافر، عندك أهلك هتسيبهم وراك، عندك مسؤولياتك هتسيبها وراك. بعد كده لما تيجي تسافر، انت مش ضامن السفر اصلا هيطلع رسمي ولا في خطأ ولا في نصبايا ولا في حد بيضحك عليك ولا ما الى ذلك. مش ضامن الشغل اللي انت رايحه حتى لو هو كان حقيقي هيطلع زي ما هو مكتوب ولا لا، لان للاسف في بعض الاماكن بيستغلوا انك خلاص سافرت فمش هتقدر تعمل اي حاجه. ممكن يكون مش احسن حاجه كمنصب، ممكن يكون فلوس احسن من هنا، لكن للاسف المنصب بتاعك بعدت عن مجالات تبعدك عن الخبره. احنا دايما بنقول للطلبه انك اول ما تتخرج خلي بالك، المفروض انك مش اهم حاجه الفلوس، لانك انت محتاج تعمل خبره، انت زيرو خبره. فلما تيجي تتخرج، لو استحملت شويه انك تشتغل في شركه في مصر كويسه، انك تاخد خبره كويسه، الفلوس هتجيلك بعد سنه تانية، بعد تاني سنه من شغلك، تالت سنه من شغلك، خامس سنه من شغلك. هتلاقي ساعتها هتجيلك الفلوس وانت حاطط رجل على رجل، وانت بتقول اختار دي ولا لا، ده عايزني ولا لا، الناس طلباني استشاري، لا طلباني مدير، لا طلباني مش عارف منصب كبير، لا تيم ليدر، لا مش عارف ايه. لكن انك تستعجل في الاول، الناس الشركات اللي بتدور على حديث التخرج وتخرجهم بره، اكيد هم مش عبطه يعني. يعني تفتكر ايه اللي خلاه ياخد حديث تخرج وياخده من بره بلده، مش من بلده بقى، ويسفره ويشغله في بلده هو؟ اكيد علشان يديله فلوس قليله. يبقى انت مثلا لو انت هتشتغل ب 5000 جنيه في مصر، وجالك بره 20000 ولا 30 ولا 50، وشايف ان الرقم ده 10 اضعاف اللي تاخده في مصر، هتفتكر ان ده رقم كبير، لكن هو في الحقيقه رقم قليل جدا. انت لو معاك خبره ممكن تاخد اضعافه. الحاجه التانيه، مصاريفك هناك هتبقى عامله ازاي؟ اكلك وشربك، قعدتك، هدومك، لبسك. الحاجه التالته، مقابل الفلوس اللي انت هتاخدها اللي انت شايف رقم كبير، اكيد في تنازلات بتحصل، ان هم جايبينك لان لو شايفين لو في اي حد مكانك هيقوم بنفس الشغل اللي انت هتقوم بيه، هيدوا اضعاف فلوسك، فيقول لك لا، اجيب واحد من بره بلدي يكون اوفر. فكل الحاجات دي خلي بالكم يا شباب،
مهمة جدا جدا جدا. فالمفروض السفر ما يكونش هو الهدف الرئيسي، لكن ده ما يمنعش انك لو ما لقيتش حاجة تانية غير السفر سافر. ودايما بنقول ان السفر في الاول لو جات لك فرصة وانت لسه مش مرتبط بزوجة واولاد واسرة والحاجات دي بيكون احسن، اسهل يعني انك ما يكونش سايب مسؤوليات وراك. فيما عدا ذلك لو لقيت فرصة في بلدك بيكون احسن بكتير. اللي هنا فرص كتيرة والفلوس كتيرة والدنيا كويسة، بس عايزة تعب ومجهود وبحث أكتر. وما تنساش تستعين بالله سبحانه وتعالى، تتوكل على الله، تدعيه، تستخير وتستشير، ومش لوحدك في المكان ده كله، وربنا معانا ومعاكم جميعا. واشوفكم في مشكلة جديدة في فكرة بكرة. سلام عليكم.